لكن المتابعة أيضا تبعد بعشوائية مع وجود شك في وجود تسلل، لكن اللعبة مستمرة والهجمة مستمرة وهدف يسجل. هدف ثالث يسجل عن طريق سينا يوكو لاعب أوسير الفرنسي، يضع بصمته لاسيني. شوف الوقوف. شوف اعتقد ان ما فيها تسلل، اعتقد ان كانه اللقطه الماضيه كسر التسلل. هذه طبعا امر طبيعي عندما يلعب لاعب وسط ميدان في مركز قلب الدفاع، يكون مسألة الانسجام مع المدافعين في مسألة ضبط مصيدة التسلل، الخروج مع المدافعين في نفس الوقت لمصيدة التسلل اللي توضع أمام المهاجمين. لكن في اللقطة الماضية كان كنو في المكان الخطأ، وكان الهدف سليما على الأقل مبدئيا.